الكثير منا يتابع أحداث المغرب. الكثير من أعداء الأمة الإسلامية يتربصون بهذا البلد العظيم، ومع ذلك أنا مطمئن جدا جدا لمستقبل هذا البلد. يعني أنا عندي قناعة إن هي إن شاء الله تعدي من الأزمة بمنتهى الأمان والسلاسة. أحد أكبر عوامل الأمان في المغرب طبيعة الشعب بتاعها، طبيعة الشعب المتميز بالنخوة، المتميز بالإيثار، بحب الآخرين، بتفضيل الآخرين على نفسه. في الشعب ممكن يتغاضى عن أخطاء الآخرين لكي تمر الأمور وتعبر الدولة الفتنة. كل ده بيطمنا، لكن النهاردة أنا بقدم دليل أقوى من ذلك، أقوى لأن الذي قدم هذا الدليل وهذا الوعد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إدى بشارة إن أهل هذا البلد إن شاء الله يكونوا على خير ويعبروا الفتن، يثبتوا في الأحداث الجسام، وهذا ليس خاصا بمرحلة تاريخية معينة، إنما هو إلى يوم القيامة. طالما ان في بشر عايشين فاهل المغرب ثابتين ان شاء الله رب العالمين. طبعا ده كلام ممكن الناس تستغربه. نراجع الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، وهي روايات صحيحه في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال اهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. الأصبهاني علق على هذا الحديث بقوله: هذا حديث ثابت مشهور. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعد في هذا الحديث، وهذه من أمور الغيب التي عرفها رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أن أهل المغرب ثابتون على الحق إلى قيام الساعة. ولفظ أهل المغرب يعني كده المغرب، لو أنا بتكلم على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كده داخل في دولة المغرب، يعني مملكة المغرب داخلة في البشارة، خلاص مؤكد ان هي داخله في البشاره لان هي من اهل المغرب. كلمه اهل المغرب العرب واهل السير والتراجم واهل الحديث واهل الزمن ده كله فاهمين ان اهل المغرب جواهم المغرب. بس هل يا ترى معاهم البلاد الثانيه ولا لا؟ دي نقطه ثانيه. انا بقول انه ممكن يكون معاهم البلاد الثانيه من اول ليبيا وانت متجه غربا زي ما قلنا، لكن اللفظ اكد في حق مملكه المغرب، في حق دوله المغرب اللي هي اخر المطاف خالص غربا. ليه اكد في حق المغرب عن بقيه الدول؟ اولا لان ليبيا مثلا مشرق بالنسبه لتونس. هو كلمه اهل المغرب ده لفظ عام كده مطلق، بس لو انا عايش في تونس وببص لليبيا، ليبيا بالنسبه لي شرق، ما اقدرش اسمي ليبيا اهل المغرب. فهي دي نقطه. تونس شرق بالنسبه للجزائر، الجزائر شرق بالنسبه للمغرب، لكن المغرب مغرب على طول، ما هياش شرق الحد، شرق خلاص، هي غربان المحيط الاطلنطي، انتهت الامه الاسلاميه في هذه المساحه. فدايما اهل المغرب هم اهل المغرب. المغرب كدوله منطبق عليها اللفظ دوما، مش في حالات معينه. دي نمره واحد. والنمره الثانيه مهمه جدا جدا، الحقيقه التاريخيه، ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصف اهل المغرب انهم ظاهرين على الحق، وده اللي احنا شايفينه، ان هم اهل المغرب دائما كانوا بينصروا الاندلس مثلا بحملات متتاليه، مرابطين موحدين بني مرين بينشروا الاسلام في غرب افريقيا بشكل واضح جدا وجلي، بطريقه ما بيعملهاش بقيه سكان المغرب بشكل عام من ليبيا لحد المغرب. لكن اهل المغرب الدوله هم اللي كانوا مختصين بهذا الموضوع، بينشروا الاسلام في ربوع يعني افريقيا كلها، في السنغال وصلوا لحد نيجيريا، في الكاميرون، في اماكن كتيره جدا، في مالي طبعا، في النيجر، في غيرها من البلاد. يبقى دي نمره 2. ونمره 3 نقطه مهمه برضو جدا، الحب البارز لآل البيت في المغرب، في مملكه المغرب، والتمسك طبعا بان اهل البيت يحكموا البلد على فترات طويله جدا في الزمن. وخلي بالك ان طب ايه علاقه اهل البيت بموضوع ظاهرين على الحق؟ احنا اصلا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشر ان اهل المغرب ظاهرين على الحق. فلما نيجي ننظر الى احاديث آل البيت نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيربطهم ايضا بالحق،
وبيربطهم بالبعد عن الضلال، كما في حديث الترمذي مثلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. لن تضلوا يعني على الحق، الحق عكس الضلال، مش كده؟ فهو بيقول لن تضلوا. إيه هم الأمور اللي أنا لو تمسكت بها لا أضل؟ قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنا عارف طبعا إن المشهور عند الناس كتاب الله وسنتي، لكن الرواية الأصح بتقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، اللي يتمسك بيهم فهذا بعيد عن الضلال. مفيش دولة في الدولة الإسلامية كلها في التاريخ كله، في كل مراحل التاريخ، ولا في كل المساحات الجغرافية اللي حكمها المسلمون من المغرب غربا إلى الصين شرقا، في كل هذه المساحات مفيش دولة تمسكت بآل البيت حكاما لها زي دولة المغرب. مفيش دولة ادتهم هذا التوقير زي دولة المغرب. وما بتكلمش على عصر الدولة العلوية فقط اللي هي بتحكم المغرب دلوقتي، لكن الموضوع ده قديم جدا جدا، ممتد لحد دلوقتي، قديم من أيام الأدارسة سنة 171 هجرية أنشأوا دولتهم في المغرب لحد سنة 363 هجرية. الكلام ده بيتوافق مع 788 ميلادية إلى 974 ميلادية، بنتكلم على 186 سنة. وليه هم دعموا الأدارسة؟ عشان آل البيت فقط، مع إن كل أهل المغرب ساعتها ما كانوش عرب، كانوا من الأمازيغ ساعتها، ما كانش لسه العرب هاجروا لهذه المنطقة، لكن دعموهم. ليه دعموهم؟ حب لآل البيت، فقامت دولة الأدارسة. وبعدها بعدة قرون يعني قامت الدولة السعدية، برضو من دول آل البيت، قامت 105 سنة في المغرب، من سنة 1554 لسنة 1659 ميلادية، يعني القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي. وبعدين بعد كده قامت الدولة العلوية اللي هي موجودة دلوقتي، قامت سنة كام؟ 1666 ميلادية لحد دلوقتي 2025، بنتكلم على 359 سنة لحد الآن. فلو انا جمعت كده الدول ديت على بعضها، دولة الأدارسة مع الدولة السعدية مع الدولة العلوية، هلاقي ان حكم آل البيت في المغرب وصل ل 650 سنة. من كام سنة؟ دخل الإسلام المغرب سنة 79 هجرية، بيوافق 699 ميلادية، بنتكلم على 1326 سنة إسلام، جواهم 650 سنة حكم لآل البيت، يعني تقريبا 49%، نص فترة حكم المغرب في كل تاريخها كان بآل البيت. ولو دخلت بقى كمان الدولة الفاطمية كانوا 66 سنة وأضفناهم، هيبقى حكم آل البيت للمغرب 716 سنة، بكام 54% من تاريخ المغرب. ده مش موجود في أي دولة أخرى في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، وده معناه برضو إن هم متمسكين بالحق بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكل ما سبق نطمئن إن المغرب إن شاء الله ستظل ظاهرة على الحق وستخرج من هذه الفتنة بسلام، ونسأل الله عز وجل أن يثبت أهل المغرب وأن يثبت المسلمين جميعا، ولله الحمد والمنة.